وعليكم الدراري، تحياتي ليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غنديو ريسيج بنتي للطبيب، لحقاش مسكينه كانت مريضه بزاف. كيف ما كتعرف دابا البنيه عندها السكر، فهمتي؟ وغنديوها ان شاء الله للطبيب. عندها كونترول، مشينا دوزنا لها التحاليلات، عندها الخزان 20 20 ولا 8 9.20، وعندها عاوتاني فقر الدم طايح بزاف. اليوم حنا نديوها ان شاء الله للطبيب، هادشي دكتور، نشوفو شنو غادي يقول لنا، شي نتيجه زوينه ولا شي حاجه، لحقاش كانت ناعسه وفقت في الصباح بدات كيسيل لها نفا بالدم. واليوم ان شاء الله نديوها للطبيب. يا كريسه يسال، شوف نمشيو للطبيب بنتي، ياك ها؟ ديري باي باي، ديري باي باي. ان شاء الله نمشيو للطبيب وخليوكم معايا، ما تمشيو فين ان شاء الله، عشان نشوفوا النهار ديال اليوم وديال البنيه كيفاش غادي يكون، شنو غادي يكون. نتمنى من الله تكون شي حاجه زوينه. باش نمشيو انا الدكتور هذا اللي في باب دكاله، يعني حنايا شنو اللي خلعنا بزاف ديال البنيه، يعني باقا صغيره وعندها السكر، وما عرفناش دابا هذاك الدم اللي كان سالها من الليف ديالها شنو هو، ما يعني عطانا شي شويه ديال، يعني بحال اللي تخلعنا عليه، فهمتي؟ يعني ماشي ساهل بنيه صغيره تفيق في الصباح نورمال يسيل لها الدم من النيفه، وفي عشيه عاود في الليل يسيل لها الدم من النيفه. ويعني كيكونش غير الهرمون ما فيهاش شي سكر ولا شي حاجه، تقدر تقول عادي راه غير مع اللعب ولا شي حاجه. يعني انت عارف التاثيرات ديال السكر ضروري تكونوا شي مضاعفات صعيبين بزاف اللي خصك تمشي تشوف فيهم الطبيب في هاد الحالات. واللي شاف دابا بحال هكا هاد الفيديو يعطينا شي نصيحه ولا شي حاجه بالنسبه للسكر عند الدراري الصغار. ما عندناش شي، يعني ما عندناش شي طوارق اللي نتعاملوا معاها بهم باش يطيح لها الخزان ولا شي حاجه. تعرف غير الانسولين، ولا ما درتي لهاش بحال هكا الانسولين كيطلع لها السكر. وبالنسبه ملي كيطلع السكر انت عارف راه كيقيس الخزان ضروري، فهمتي؟ يعني تيقول لك حيد لها الخبز، يعني هي تفطمات باقا صغيره، قل من قل من لاج ديالها باش تفطم، قل من هكاك وفطم، فهمتي؟ ودابا ان شاء الله نمشيو للطبيب، نشوف الطبيب يا كريس. نمشيو للطبيب نشوفو كيفاش شنو كاين. خليكم معنا وما تمشيو فين ان شاء الله. حنايا دابا ساكنين في مراكش وما كنعرفوش شنو هي الدكاتره، يعني اللي الدكاتره ديال بحال هكايا ديال صحاب السكر ولا ديال الاطفال. مشينا سولنا واحد الفارماسيان هنايا، عطانا واحد لادريسه، كنا شي دكتور تما كاين قرب باب الدكاله، وغنشدو طاكسي هنايا وغنمشيو حتى لباب الدكاله ان شاء الله. ريتاج فين غادي نمشيو؟ فين غنمشيو؟ حيدي خيخي من فمو. نمشيو للطبيب، نمشيو للطبيب، نمشيو واه. شو ريتاج دابا نتوما كيما كتشوفوا معنا ان شاء الله غادي ندري ريتاج الطبيب. نتمنى من الله ان شاء الله تكون شي نتيجه مزيانه وتكون شي حاجه مزيانه. يعني انت راه عارف راه ضروري كيخليك هادشي ديال السكر وبزاف د الحوايج، يعني خصك تكون واخد منهم واحد الحذر. دابا حنايا غناخدو طاكسي من لهنايا، نمشيو لباب الدكان هذا واحد الدكتور، ونتمنى من الله تكون شي حاجه مزيانه. De l'information, Kamal Sal, que vous connaissez, qui nous présente les actualités en Angara. Je vous souhaite نشوفو un دابا bon ان شاء week-end. الله. Et on se retrouve lundi pour la thématique dès lundi, tout simplement, celle qui est consacrée au code du travail, au monde du travail. Excellent week-end et bonne écoute sur nos ondes, sur Atlantique. قنطانه لحقت الطبيب فيقنا على الصباح. فاحنا غندخلو للدكان للطبيب ان شاء الله، شدينا طاكسي باش نمشيو ان شاء الله. بالاضافه الى تخفيضات كتصل حتى 35%. كيما كتشوفوا وصلنا ان شاء الله لعند الدكتور هذا، نطلع لعندو نشوفو ان شاء الله يكون خير. الريشه ديال الدروج. كنت غنطيح. دابا حنايا جينا عند هداك الدكتور اللي وراو لنا، كاين حتى شي واحد عرفتي شنو هو، كاين لا تسول كاين غير السنسور كيطلع فيه كيطلع ما نعرف. بغيت نشوف الطبيب عارف سمعت واش مكيناش الرجل عنده ولا شنو.
نستناو الطبيب دابا يجي وندخلو لعندو ان شاء الله. دابا كيما كتشوفو جاتني النوبة باش ندخلو عند الطبيب، وريتي جالسة تلعب في الباب مشات مور الباب وكتلعب. لا لا اش خرجي ليسات حيدي من تما، حيدي يضربك براش. هاو جي اجي اجي يا جماعة تلعب دابا من مور الباب ما شفتش شي حاجة أخرى. يلا نمشيو يلا نمشيو ليها. وقفين كما كتشوفوا هي دخلت لداخل، كاين هاد البنات النسا جالسين هكذا ما بغيتش نريح حدا، تعرف تبقى جالسة حتى النسا ما كتجيش فهمتي. دابا حنايا شادين النوبة ان شاء الله قريبة تدخل ريساج لعند الدكتور. هاي كتلعب دابا انا داير على واحد البلاصة هنا ديال الالعاب باش كاع ما تبقى ناض ولا تبكي لك ولا شي حاجة. ريساج سير دخلي ليا سير دخلي عندك هنا. دابا حنا شادين النوبة ان شاء الله غادي تدخل عند الطبيب ديالها. نتمنوا قسما بالله شوف اي حاجه تجيك يعني ما تجيكش شي في ولدك ولا بنتك وكون باقي صغير فهمتي، زعما ماشي شي مرض يعني اللي زعما كينساهل ولا شي حاجه، يعني عنده واحد العلاج، واحد النهار تعالج من اكفس مرض راه هو السكر. ومع ذلك كتلقى بنيه باقا صغيره كتلقى معها جميع المشاكل في داكشي ديال الريجيم ديالها الماكله. نطلبوا الله الشفاء جميع الاطفال ان شاء الله، وكاع اللي مريض الله يشافيه. دابا دخلنا عاوتاني عند الدكتور ان شاء الله غادي نشوفو شنو كاين. دابا حنايا جبناها للطبيب ان شاء الله، نتمنوا من الله ان شاء الله يكون خير. وي بابا حيتي لها الصباط. نعم. الانسولين مع المتبعة. كنكون صفر مازال ما متبع لا مع حتى شي دكتور. كاينه باش نخدم قطع خاص، كاينه باش نخدم هادشي علاش ها حسب السكر دابا كيما كتشوفوا وصلنا لعند الطبيب، دخلنا لعندو وقال لك الحاله ديالها مزيانه وغادي يكون غير بخير ان شاء الله. عطانا شي دواء، عطانا الدواء ديال فقر الدم نمشيو ناخدو ليها باش نمشيو فيه ان شاء الله. دابا كيما كتشوفوا دخلنا لعند الطبيب، عطانا الادريسه وحده اخرى ديال واحد الدكتوره يعني اختصاصيه ديال الاطفال السكر. قال لك ضروري ان شاء الله خصك تمشي لعندها. المهم قال لي عطانا شي دواء دابا باش ناخدو ليها ومن بعد ان شاء الله غادي تكون بخير. هو بالنسبه اللي كان خالعنا حنا بزاف يعني هذاك ملي بقى يسيل لها الدم النيف هذاك هو اللي يعني هذيك هي اللي خلعتنا حنا عليها. دابا مشينا وشفنا يعني وشفنا الطبيب وسوء الحظ ديالنا عاوتاني هو طبيب مزيان يعني شافها قلبها قال لك ما عندك مناش تخاف من هذاك الدم، وزاد عاوتاني طمأننا عليها قال لك يعني الهرمون الكرش ديالها تكون منفوخه يعني من لي غاز فهمتي، وعرفها بزاف د الحوايج عرفنا عليهم باش ما نبقاوش خايفين منهم يعني حتى هادي مزيان.
المهم وعطانا لادريسه ديال الطبيبه اختصاصيه في الاطفال ديال السكر. واش دير يعني نوليو نمشيو عندها ان شاء الله باش نشوفوا الحاله ديال الريساج ونزيدو نطمئنوا عليها. ولهذا دابا تنخلي واحد الميساج للجميع اللي بحال اللي عنده وليدات واللي عنده فهمتي يعني ما يعني حنا راه ما كناش دابا انا راه ما فياش السكر وماما ما فيها لا سكر لا والو يعني بحال اللي لور ما نتسلط بيها فهمتي. شدي جلسي لهذا بغيت نخلي واحد الميساج بحال هكا اللي عنده وليد ولا بنيه ولا شي حاجه يراقب وليداتهم فهمتي وما يبقاش يدير واحد الغلط اللي كنت نديرو انا. يعني كانت بنيه تكون مريضه ولا شي حاجه كديوها الطبيب ديال العام فهمتي ولا الانسان كديها الطبيب ديال الحومه ولا شي حاجه فهمتي. يعني شما كاين بنادم كيرتكب واحد الغلط يعني غلط اللي غادي تدفع فيه الثمن في الاخر. يعني ملي يكون عندك وليد ولا بنيه مريضه ولا شي حاجه تعرفوا راه مريض دير طبيب اختصاصي ديال الاطفال خسر عليه شويه الفلوس في الاول باش ما تندمش في الاخر. وتحياتي ليكم وحتى لهنا سالا الفيديو ديالنا تهلاو في راسكم والله يشافي جميع المرضى.